يا حجرة اليهود لا تعودي. الشيخ علي بن محسن باشا. علي بن محسن باشا طبعا من أهالي مديرية العدين، الشيخ الكبير المناضل والمعروف لدى الكثير من الناس، وهو ثائر وعاصر الدولة العثمانية، الاحتلال العثماني الثاني، إلى أن غادر في عام 1918. منحوها العثمانيين لقب باشا، وكان يساوي رتبة لواء في ذلك الوقت. ثم هذا الرجل الكبير حدث له موقف رهيب جدا، يعني أثناء صراعهم مع الإمام يحيى والإمام أحمد، موقف ومقولة مشهورة جدا في اليمن كامل، وأيضا في كتب التاريخ. هذه المقولة يعني نذكره لكم لاحقا. طبعا في عام 1948 كان الإمام يحيى في ذلك الوقت موجود، وقد عين سابقا علي بن محسن باشا عامل للمخادر، وأيضا عامل لمديرية جبلة. ثم بعد ذلك أتت ثورة 48، وكان أحد المناصرين لثورة 48، وحشد جيش من العدين وإب وتعز، ثم قاد هذا الجيش إلى محافظة ذمار، إلى منطقة اسمها معبر، فخرج له النعمان. هذا النعمان كان معروف وله يعني فرقة مدربة، ثم منعه من الوصول إلى صنعاء ودخول صنعاء. تمام. فعاد علي بن محسن باشا الشيخ المرحوم، عاد إلى مذيخرة، يعني مكان ومحل إقامته في مذيخرة. طبعا الإمام أحمد خاف من علي محسن باشا إنه يقود ثورة ضده مثل ما قاد ثورة ضد والده، فاستدرج علي بن محسن باشا إلى مدينة تعز أثناء نقل مقر القيادة أو الحكم إلى تعز. أثناء استدراجه الشيخ علي بن محسن باشا أرسله إلى سجن حجة. أثناء إرساله إلى سجن حجة قضى هناك 7 سنوات. أول ما أرسله إلى سجن حجة أمر العسكر بهدم بيته في مذيخرة، وأمرهم أن يرددوا هذه المقولة التي قلت لكم أنها مشهورة. أمر العساكر أن يرددوا أثناء هدم بيت هذا الشيخ الكبير: يا حجرة اليهود لا تعودي. فكانت هذه المقولة حزت في نفس الشيخ علي بن محسن باشا، لأن هناك العديد من أهالي المنطقة شاركوا في هدم البيت. فبعد قضائه 7 سنوات بالسجن خرج علي بن محسن باشا، فأول عمل له كان إحضار هؤلاء الرعية وأصحاب المنطقة الذين شاركوا بهدم المنزل. فأثناء إحضارهم ألزمهم أن يعيدوا بناء بيتهم، وأمرهم أن يرددوا أثناء بناء البيت، وهذه المقولة التي كانت تحز في قلبه. أمرهم أن يقولوا: يا حجرة اليهود عودي على ظهر اليهود ابن اليهود. فرد الصاع صاعين لمن قاموا بهدم بيتهم، وأيضا لمن أمرهم بذلك. فأثناء ما عاد إلى مدينة أو إلى منطقة مذيخرة في العدين، الإمام أحمد طبعا لم يرضى بهذا الوضع، أمره أن يحضر إلى صنعاء. فخاف الشيخ علي بن محسن باشا أن يذهب إلى صنعاء فيكن له المكيدة مثلما كان له المكيدة في تعز، وأمر بحبسه، فلم يذهب. تمام. فأتت ثورة 62، كان من أحد المناصرين لثورة 62 الشيخ الكبير علي بن محسن باشا. فأثناء ثورة 62 كان السلال متواجد في تعز، والسلال في ذلك الوقت كان السلال متواجدا في مدينة تعز. أثناء تواجده في مدينة تعز إلا
أن الشيخ علي بن محسن باشا كان أحد المناصرين لثورة 62، لكن السلال كان معه شعار لا مشائخ بعد اليوم. تعارض مع الشيخ علي محسن باشا بهذا الشعار، وأمر علي محسن باشا أن يحضر تمام طلب الإمام أحمد إلى صنعاء، فرفض علي بن محسن باشا، ثم أمر بجمع حشود أخرى من العدين وإب تناصر ثورة 62، لكن السلال يعني حاصره من 4 محاور، فتح له 4 جبهات، وأمر بضرب مدينة يعني منطقة العدين بالمدافع، وأخمدوا ثورة العدين. ثم بعد ذلك تمكن الشيخ علي بن محسن باشا من الفرار من العدين بطريقة أصبحت لغز إلى الآن، وتمكن من الوصول مع عائلته إلى نجران أو جيزان في ذلك الوقت. هذه قصة الشيخ علي بن محسن باشا، وذلك بناء على طلب العديد من المشاهدين. هناك قصة ذكرتها سابقا، وهي قصة العجوز الحدباء التي أهلكت منطقة بالكامل. هذه القصة تاريخية ولا تهملوها، شاهدوها واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.